يا عبد العليم. تفضل. الربيعة هذيك صح؟ هذيك الربيعة أنا كتحت الحسنة ولا كتحت هنا سوق الأحد. أيوه. السلام عليكم متابعينا الكرام وأسعد الله أوقاتكم. نحن هنا في سوق الأحد المتواجد في بني بحر. معنا جوائز وأسئلة ويلا نبدأ. هذا هو سوق الأحد المتواجد في بني بحر. يا حيا يا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. حيا يا مرحبا. حياكم الله. بسم الله يا غالي. محمد عقيل. أخبارك؟ والله ما معي خبر. إن شاء الله طيب. ان شاء الله. طيب معنا لك الآن سؤال. تمام. وبعض الأحيان تحصل على تحدي وبعض الأحيان لا سؤال ولا تحدي، تحصل على جائزتك بدون أي تعب. والله معنا ناشي نتحدى حد ولا ناشي نتحدى حد. ليش؟ هكذا. تحدي بسيط يعني يا أما نتحدى. يعني تنسحب. نسحب. خلاص الله يبارك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أخبارك؟ أخبار خير. اسم الأخ؟ جمال علي سعيد. طيب يا حياك الله يا عم جمال. الله يحييك. معنا برنامج سؤال في القرية. البرنامج هذا معنا 12 ورقة. تمام. أيوه. كل ورقة فيها سؤال وفي بعضها تحدي وفي بعضها لا سؤال ولا تحدي، بمعنى تحصل على جائزتك بدون أي تعب وانت وحظك. اختر أحد الأوراق المتواجدة هنا. الآن حصلت على تحدي. كيف تحدي؟ التحدي يقول لك اتصل بشركة يمن موبايل واقنعها تنزل سعر الباقة واحصل على جائزتك رقم 2 و11، يعني معك 2 جوائز. أيوه بس ما فيش تلفون الحين. أنا بتصل لك. تعال يلا تجاوب. إن شاء الله نجاوب. الله صباح النور. ما بلادنا جلنا علم الباقة غلط، يعني تخفضوا الباقة وتحفظوا النت توضح لنا ايش المشكلة معكم؟ باقة مرتفعة، سعرها مرتفعة. بالنسبة للباقات تم رفع بعض أسعار الباقات وتم إضافة رصيد فيها. يلا شكرا. قام بتنفيذ التحدي ليتصل على شركة موبايل ويقنعها بتخفيض الباقة وحصل على جائزة رقم 2 و11. حصل على جائزة رقم 2 مقدمة من شبكة العريفي للإنترنت لصاحبها هلال العريفي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسم الكريم؟ فؤاد أحمد محمد جعفر. يا حيا يا عم فهد. طيب الله. الآن نحن في برنامج سؤال في القرية. أهلا وسهلا. نقدم سؤال أو تحدي وتحصل على جائزتك، وفي بعض الأحيان لا تحصل لا سؤال ولا تحدي وتحصل على الجائزة، تفضل. وبعض الأحيان لا تحصل لا سؤال ولا تحدي ولا جائزة، يعني حظك. أنا وحظي. أنت وحظك. اختار أحد الأوراق المتواجدة هنا. ايش السؤال؟ كم عدد أركان الإسلام وما هي وتحصل 5. على جائزتك رقم 3. طيب أركان الإسلام 5. أيوه. شهادة لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وإجابة صحيحة ويحصل على جائزة رقم 3، وهذه جائزة رقم 3 مقدمة من محلات هلال العريفي. هنا معنا 4 متسابقين لكي يقوموا باختيار أحد الأوراق وكل واحد وحظه، وعلى قدر السؤال تحصل على الإجابة. معنا الأخ عبد الله محمد السالمي. يا حيا. والأخ كمال محمد عياش. والأخ علي قياض ضبيبي. والأخ فاروق عبدو علي. طيب معنا لكم الآن كل واحد يختار ورق. نبدأ بالمتسابق الأول. في أي عام بدأت الحرب العالمية الثانية؟ 1914. 1914 وإجابة صحيحة، وهذه جائزة مقدمة من محلات الخير صاحبها فواز السالمي. ما هي أول غزوة قادها الرسول؟ غزوة ايش؟ بدر. غزوة بدر، وإجابة صحيحة ويحصل على الجائزة رقم 8. هذه جائزتك مقدمة من قناة المكافح. شكرا جزيلا. يلا.
ايش؟ حظ اوفر والله حظ اوفر، يعني جائزه اوفر. جائزة، وهذه حصل على جائزته. وهنا المتسابق حصل على جائزته بدون أي سؤال، وجائزته رقم 7. انا بعدهم. ايش اسمك؟ بشار محمد عقيل. يا حيا يا عم بشار. هنا تحدي صح؟ اشرب حبة عصير فاخر عائلي، وإذا لم تستطع تشربها ادفع قيمتها. ما فيش انسحاب، شوف ما فيش انسحاب. هذه حبة العصير العائلي، إذا لم تستطع تشربها ادفع قيمتها وما فيش جائزة. اها يلا غمض لحظة دقيقة بس. لحظة. هاي اسمعوا كيف يفعل. هيا والله شربه ويحصل على جائزته رقم 6، ونقوم بدفع الحبة العصير اللي شربها. وهذه جائزته رقم 6 مقدمة من حلويات العنب صاحبها عمران القباطي. المعدالة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا غالي؟ سلمك الله. هنا معك سؤال. نعم. يقول لك ما هي أهم الحضارات اليمنية القديمة؟ سبع. أيوة. حضرموت. نعين. دبا. قتبان. وإجابة صحيحة ويحصل على جائزة. وهذه جائزته مقدمة من قناة المكافح. كم عدد أرجل العنكبوت؟ 8. كم؟ 8 أرجل. وإجابة صحيحة ويحصل على الجائزة رقم 5. وهذه جائزة رقم 5 مقدمة من محلات الخير صاحبها فواز السالمي. في أي مدينة ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في مكة. في مكة. وإجابة صحيحة ويحصل على جائزة رقم 1. وهذه هي الجائزة مقدمة من بقالة طوفان الأقصى صاحبها يحيى السالمي. ما هو الحيوان الذي يعرف بملك الغابة؟ الأسد. الأسد. وإجابة صحيحة. وهذه جائزتك رقم 9. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ايش اسمك؟ شوقي مهدي حيدر. كيف كان معك العيد؟ قوة القوة. وكيف ايامك ذا الحين بعد العيد؟ ضبح صاحية سقاي. طيب يا غالي، نحن الان في فقرة سؤال وتحدي في القرية، وسوف نقدم لك اسئلة وتحصل على جائزة وتحدي، يعني هكذا بعض الاسئلة. اختر ورقة من هؤلاء. ما هي الآثار اليمنية؟ ما هي الآثار اليمنية؟ الجامع الكبير، صنعاء القديمة، دار الحجر. ألف مبروك، وحصلت على جائزة مقدمة من قناة المكافح. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله. ايش اسمك؟ عبد الله محمد سالمي. كيف كان معك العيد؟ والله تمام. وكيف أيامك بعد العيد؟ الحمد لله، المطر ونعمة الله. طيب يا غالي، معك جوائز وتحدي في قناة المكافح، فقرة سؤال وتحدي في القرية. هلا وسهلا. طيب يا غالي، اختر أحد الأوراق هذه. ما هو أكبر سد في اليمن؟ سد مأرب. وإجابة صحيحة. ألف مبروك. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم على خير إن شاء الله. متى؟ أكملنا تصويرنا لبرنامج سؤال في القرية الذي أقمناه في هذا اليوم في الحلقة الثالثة في سوق الأحد، سوق الربيعة بني بح. سؤال وتحدي في القرية. كان معنا المصور عبد العليم السالمي، ونقدم الشكر لأكرم السالمي وشوق الرميش الذي قاموا في مساعدتنا. حصلنا على تجمعات وتفاعل من الناس، كل شخص يريد ايش؟ يحصل على سؤال، يريد يحصل على السؤال، يعني تفاعل بشكل فظيع جدا، والله ما بشكل فظيع جدا لم أتوقع، وإنما كانت الجوائز محدودة 12 جائزة، وهذا ما قدرنا أن نقدمه للجمهور، وإن شاء الله بإذن الله في وقت آخر أسئلة كثيرة نستعد بقوة وثبات
ونقدم بكل ما نستطيع من تقديمه إن شاء الله لكم. إن شاء الله، وانتظرونا، سوف نسير إلى جميع الأماكن، وسوف تنتظرون منا فيديوهات جميلة، فيديوهات رائعة. ودام أنتم هكذا تشجعونا، اعرفوا اشتدوا واحتزموا، إلا حاجة روعة للطيب خاطركم. احنا حصلنا على الدعم من الجمهور في المقابلات، كذلك نريد منكم الدعم في اللايكات. نريد نوصل هذا الفيديو إلى حد 1000 لايك، والمشاهدات لا تحصى إن شاء الله بإذن الله. يعني ضروري تعليقاتكم ايش تحفزنا. أكيد التعليقات والتشجيعات. أنا لما أدخل أشوف الفيديو أشوف التعليقات، استمر يا قلب استمر، كذا 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 حاجة، يعني تعليقات أنا أطير من هذا الجبل هذاك، خلاص ما أسير أصور وأعطي مناظر وكذا وكذا كذا إلى آخر. إن شاء الله ما بيقصروا معانا. كذلك نشكر كل الداعمين الذين قدموا لنا بعض الجوائز، ونشكرهم من كل أعماق قلبنا، لكل من دعم، لكل من ساهم. لا تنسى ضغط لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. كده ايش التعليقات أكيد التعليقات الحلوة اللي تشجعنا للعمل هذا. الآن شوفوا على مناظر. من يشبهك من يشبهك هذه بلاد اليمن، يعني صوتي حالي. أبو صوت قوة.